السلام عليكم متابعينا الكرام. إذا رسميا منتخب المغرب يفعلها تحت 17 عام على خطى منتخب الرجال وعلى خطى منتخب الشباب. منتخب المغرب تحت 17 عام يتألق في المونديالات. خلاص يعني اليوم منتخب المغرب يبقى هو الراعي الرسمي للمونديالات، كأس العالم للأندية، كأس العالم يعني نتكلم للرجال، للشباب تحت 17 عام، تحت 20 عام، لجميع الفئات أيا تكن. اخواني اصدقائي، امانه برقبتك، اضغط لايك واشترك بالقناه صديقي وتفاعلوا ويانا. نتكلم عن هذا المباراه المهم في دوري ال16 بعد ضمان المغرب التاهل الى دور الثمانيه. بدايه الامر زياد باها يفتح اهداف المباراه في الدقيقه 29 بعد اسيست من منصف زكري، من ثم بومبا يدرك التعادل لمنتخب مالي. اخواني اصدقائي في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي من الشوط الأول، لكن في الدقيقة 11 من الوقت الإضافي من الشوط الأول إسماعيل العود بعد أساس من المتألق منصف زكريا يدرك التقدم لأسود الأطلس المغرب. نعم، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدفين مقابل هدف. أخواني أصدقائي، الشوط الثاني شهد عدة أهداف وكان هناك تبديلات كثيرة وحرب من على خط التماس بين المدربين، لكن شهد هدف المنتخب المغربي عن طريق إسماعيل العود في الدقيقة 66، من ثم قبل نهاية المباراة في الوقت الإضافي من الشوط الثاني قلص منتخب مالي نتيجة المباراة، لكن هذا الشيء لم يكفيه ولم يكن يعني كافي من أجل تجاوز عقبة أسود الأطلس. إخواني أصدقائي، المباراة لحساب دور 16 من كأس العالم لعبت على ملعب أكاديمية سباير، ملعب منصور مفتاح، الملعب السابع. المنتخب المغربي كان أقل استحواذ لكن كان أكثر خطورة، نعم، وكان أكثر دقة من منتخب مالي. اضغط لايك واشترك بالقناة، لا تخرج من الفيديو قبل أن تضع ألف مبروك بالتعليقات، ولكم منا كل محبة والاحترام والتقدير، وشكرا لكم.